كتبدا القصه مور ما ربح دانيال لقب بطولات الكاراتيه. كلشي كان فرحان بيه، الوليدات كيعطوه يوقع عليهم، اما جوني فيكون مكبته مع المدرب ديالو. بدا كيغوت عليه تيقول ليه بر واش غلبك. جوني عيا ما يصبر، في الاخير بدا حتى هو كيرد عليه. كريس مع رد عليه الهضره ما عطلوش، في البلاصه دار يتصاتصات شدو من عنقو بدا كيخانقو. هو مزير عليه، جوني كيفركل، صحابو كيحاولوا يفكوه ولكن والو. مياغي ضرب عليه غيصفيها ليه، مشى كيطير، جا في كريس دفعو فك جوني. كريس ما تسرطاتش ليه، بغا يكبتها معاه حتى هو، دار شير عليه بكروشي للوجه ولكن مياغي حتى هو على القرص. خوالي خلى جاب يدو في الجاج، شير عليه باليد الثاني خلاها فرشخه حتى هي وشدو. ترى قلت ليك شيبه عاصيه، تبتو من راسو. كريس قال صافي هادي التاليه ليه، هو مغمض عينيه، شدو من النيف وبقى مطلعها عليه وتحركوا من تما. كريس مور هاد البلان غبر من المدينه، دازت 5 شهور، سالات القرايه وجا النهار ديال حفل التخرج. في العشيه ومياكي في دارو ضرب على دانيال قاصدو ساخط والطوموبيل كامله مفرشخه. ياك اودي لاباس، تقلبات عليا الحياه اودي معلم، اشنو وقع؟ اللي سمحات فيه على قبل واحد كيلعب الريكبي والوالده بغات تحولنا من المدينه عاوتاني. بدا مياكي كيهدنو، صلح ليه الطوموبيل وخدا معاه اللور ديال الدار يعاونو يبني واحد البيت. دانيال جاتو في شكل تيبني بيت جديد، هو ديجا عنده واحد سولو على السبب، قال ليه دوا مع عمو البارح، طلب منه تخليه يدوز مع الصيف، داكشي علاش كيبني ليه هاد البيت. دانيال سمع هاد البلان بغا يطير بالفرح، نسى الي، نسى الطوموبيل اللي خسرات. مياكي حتى هو كان فرحان حيت غادي يبقى معاه، ولكن في هاد اللحظه غتوصلهم برا غتقلب المود كامل. وما مازال كيديو ويجيبو في الهضره، دخل فاكتور قال لمياكي وصلتو برا من البلاد وكيناوا صاحبي. مياكي مع من شحال هادي ما وصلتوش شي برا، عرف واقع شي حاجه، خدها يشوف، تصدم بهم تيقولوا ليه باه مريض وما بقاش ليه بزاف ويعقدهم. ترى هو كيبان ما بقاش ليه بزاف ويعقدهم، بقى غبوه. سولو دانيال شكون صيفط ليه الرساله، قال لي من عند ليكس ديالو يوكي، وبدا كيعاود ليه عليها. في واحد الوقيته كانوا كيبغيو بعضياتهم بزاف وناويين يكملوا حياتهم كامله بجوج، ولكن دخل بيناتهم واحد سميتو ساتو خربق البلان كامل. هاد ساتو حتى هو كانت كتعجبو يوكي، وملي عرف البلان اللي بينه وبين مياغي تحداه في قتال، ولكن مياغي مع كان كيعتبر ساتو واحد من اعز صحابو وجمع حوايجو وخوى المدينه بمره. سولو دانيال علاش ما تحداش، قال لي القتال على الشرف بلادو ما كيسالي حتى كيموت واحد من المقاتلين، وهو ما بغاش يوصل لهادشي مع اعز صديق عنده. ناري شوف ليا في الدريه واعز صديق، تاب ربي تنعمم. المهم مياغي عرف با على فراش الموت في البلاصه، بدا كيجمع حوايجو. بقى دانيال كيواسيه، دار معاه غدا يجي يودعو قبل ما يمشي وتحرك في حاله. الصباح هز مياغي حوايجو في الطاكسي اللي غيديه للمطار، ولكن لحد الساعه دانيال مازال ما جاي يودعو. عيا ما يتسنى، في الاخير قال يمكن عنده شي حاجه وتحرك مع الطاكسي. وصل المطار، سلم حوايجو، هو شاد الصف مع الناس، ضرب عليها الساق وجاي كيجري. ياك والو باس، غنمشي معاك. مياغي في الاول رفض حيت البي غالي بزاف، ولكن ملي لقاه ديجا قطع وقاد اموره كاملين ما بقاش عنده حل من غير انه يوافق. حطوا الباكاج، طلعوا للطياره، وهما شادين الطريق. سولو دانيال واش ساتو حتى هو عنده مع الكاراتي، قال لي بجوجنا تعلمنا عند الوالد، وانا بنفسي طلبت منه يعلمو حيت كان صاحبي وعزيز عليا بزاف. النهار الاخر وصلوا لاوكيناوا، مع الدخله للمطار ضربوا على الصوره ديال ساتو معلقه في الحيط. ساتو بالاضافه لانه مقاتل واعر كان من عائله غنيه ومشهوره بزاف في اوكيناوا. في الباب ديال المطار لقاو واحد سميتو تشوزن هاز ورقه مكتوب فيها مياغي، قصدوه سولوه، قال لهم صيفطاتو يوكي يجيبهم وهزهم معاه في الطوموبيل. تحركت الطوموبيل وبداو غادي ندوز من هنا دوز من ليه. مياغي واخا مده طويله ما جاش للبلاد، قدر بسهوله يعرف ان غادي بهم في اتجاه من غير الاتجاه ديال القريه. عيا يسولوه، عيا يطلب منه يوقف، والو. بقى غادي حتى وصل لواحد الهونغار كبير. في داك الهونغار لقاو ساتو كيتسناهم، وغيطلع تشوزن ولد خوه وهو اللي صيفطو يستدرجهم لهنا. ساتو مع وقف على مياغي، بدا يقول ليه انت خواف، وهاد المره ما غتمشي حتى لفاريوها. عيا مياغي يحاول يهدنو، ما بغاش يتهدى، قال لي على وجه التدريب اللي دربني با كنخليك حتى تمشي تشوفو عاد نتفاهم. جبد تشوزن كتاب ديال دانيال نساه في الطوموبيل، رمى عليهم وخلاوهم تما وتحركوا. مياغي كان انسان طيب ودغيا كينسى الاساءه. هزوا دانيال حوايجهم وخرج يقلب على الطاكسي في حيله حتى شي حاجه ما وقعت. واخا عطلهم شويه هاد البلان ديال ساتو ما جا فين يطيح الظلام، حتى كانوا في القريه اللي فيها بواه. قصدوا الدار دقوا، حلات عليهم كيميكو بنت ختيوكي، سلموا عليها، عرفات مياغي على راسها وخداتهم للغرفه اللي فيها بواه. دخل لقاه ناعس ويوكي جالسه حداه. صاحبنا شافها ما فهم حتى وزه، سولها كيفاش عرفات العنوان ديالو، واش خلى راجلها تجي تقابل باه. انا غتصدموا انها مده طويله هذه وهي عارفه العنوان ديالو. اما بالنسبه لراجلها فملي خوال البلاد رفضات تزوج، ومن ديك الساعه وهي بوحدها. مياغي سمع هاد الشيء ضاخ، ما عرف يفرح حيت ما تزوجاتش، ما عرف يحزن حيت باه مريض. فاق بين مياغي لقى ولدو حداه، قال واحد جوج كلمات ما فهم منهم دانيال حتى وزه. طلب من كيميكو ترجم ليه، قال لهم الا كنت ناعس كنتمنى ما نفيقش، والا كنت فايق كنتمنى ما نعش. باختصار فرحان حيت ولدو رجع. سالات الليله والصباح مياغي في قاعه التدريب لحق عليه دانيال. سولو على واحد الصور كانوا معلقين في القاعه ديال التدريب، بدا كيعاود ليه عليهم. قال ليه كل صوره من دوك الصور ديال واحد من عائله مياغي سبق ليه درب الكونغ فو في هاد المدرسه. اهم واحد فيهم سميتو شيبو سينساي، كان معلم واعر ديال الكونغ فو كيعشق الصيد. الا ما لقيتيش في المدرسه غالبا غتلقاه كيصيد. في واحد
هاد المره جات عاصفه قويه جراتو من سواحل اوكيناوا ما وقفت حتى للسواحل ديال الصين. في الاول كعب بزاف ولكن ديك العاصفه كانت من الخير. في السواحل ديال الصين كنتلاقى واحد العائله اخرى ديال المقاتلين سميتها عائله هان. رحبوا به، علموه الاسلوب ديالهم في الكونغ فو، وملي رجع لاوكيناوا دمج الاساليب بجوج وفتح مياغي بدا كيعلمهم فيها. ملي عاود ليه هادشي خرج يوريه القريه، كانت قديمه بزاف ومازال ما واصله حتى شويه ديال التطور اللي وقع في العالم. الناس فيها كانوا كيجيبوا القوت ديالهم غير من الصيد وفرحانين، ولكن حتى الصيد ما بقاش مده طويله. سولو دانيال شنو وقع، اللي على حسب ما سمعت دخل بوينصات وقوارب كبار ديال الصيد جمعوا حب وتبن. وشنو داروا الناس موراها؟ كاين اللي هاجر يخدم في المدينه واللي بقاو راه قلبوها فلاحه في الاراضي ديال بوينصاتو. المهم كملوا الدوران في القريه والبلاصه ولا الشخص اللي وصلوا عنده كيعرفوا عليه. داك المصنع اللي ليه كان ديال تعليب السمك، هذا الراجل اللي كيعزف سميتو ايتشيرو، ملي هاجرت من هنا خليتو كيعزف في ديك البلاصه باقي فيها. في الطريق بانت لهم كيميكو كتعلم الاطفال واحد الرقصه محليه، سلم عليها دانيال، بقاو كيضحكوا شويه ومن التصرفات ديالو غيبان فيه عجباتو بزاف. ولكن بيني وبينكم هاد المغير رزا راه قنبوله، واخا تبان لكم بيهدله شويه راه خاصها شي فركه تولي نيو. المهم هما مازال كيدوروا في القريه وقف عليهم ساتو ولد خوه. ساتو كان جاي عوال على خزيت، مع وقف حيد الفيست ديالو وتقابل مع مياغي، بدا كيستفزو كيحاول يقنعو يواجهو، وملي رفض قرر يصفى عليه بلا نزال. بدا كيوجد باش يضربو، مياغي واقف بلاصتو ويلا غيشير عليه. خرجت يوكي كتجري قالت ليه باك باكم بجوج. صحابنا سمعوا هادشي مشاو كيطيروا لعندو، ما دخلوا شد ليهم يديهم حطهم فوق بعضياتهم باش يصالحهم قدامو الامانه امانته. ساتو بالرغم من هادشي كامل ما تراجعش مره على البلان ديال القتال، احتراما للمعلم ديالو عطى المياغي 3 ايام يحزن عليه وتحرك في حاله. في الليل داروا ليه جنازه، داروا دوك الطقوس ديالهم، ومع طلع الصباح بدا مياغي كيتدرب مع دانيال باش ينسى شويه الوفاه ديال بواه. دربوا شويه في الصال وما غاديين يكملوا في شي بلاصه اخرى. سولوا علاش عطاه ساتو 3 ايام، قال لي واخا تشوف ساتو حاقد وبغى يدخل معايا في كومبا راه مازال في قلبه شويه ديال الاحترام وكيفرق بين الصح والغلط. لا باينه كيفرق، هو كان غيصفيها لك وكيفرق. هنا غيفهموا مياغي انه كان موجود باش يتفادى الضربه، وخداه للمصنع يدربوا على كيفاش كان غادي يدير ليها. طلع في واحد الخشبه تقاد ومع جر الحبل هبطت حديده كبير. بدات قاصده دانيال قال غتضربو، ولكن حتى قربات ليه ودار لها ديك الراق. دانيال شاف هاد الشيء في البلاصه طلع حتى هو يجرب، قال لي مياغي السر كامل كاين في تقليد الطبل اليدوي. وطلع الفوق يقاد ليه الحديده، لصق فيها واحد الطبقه ديال الحمايه باش حتى الا جات فيه ما يوقع ليه والو، وطلقها. بدات قاصده هو كيتسناها، قدر يهرب عليها ولكن زلقات ليه رجلو وجابها عبار فيلم. طلب منه مياغي يطلع حتى من بعد ويكملوا، ولكن دانيال ما كيتزاقلش. مياغي ملاهي وقف مره اخرى فوق الخشبه وجر الحبل. مع دار هادشي هبطت حديده كبيره قطعت ليه حوايجه ولصقات في الخشب شويه على الواحد. صاحبنا شافها كون حكماتو كون راه سارح النعام في الاخره برد ليه الماء في الركابي. حتى قلت لك في البلاصه نزل من تما تبع مياغي، وهما راجعين للدار لقاو تشوزن كيشري المحصول من عند السكان. ما ضرب عليهم بدا كيطلع على مياغي تيقول لي خواف. دانيال ما تسرطاتش لي بغا يكبتها معاه، ولكن بطبيعه الحال ما غاديش يخليه مياغي. وسط هادشي بان لي راجل كبير تقلبات ليه السلعه، خلى مياغي يدخل ومشى يعاون. جمع مع داكشي هزو في العربه ووصلوا ليه حتى لفين كيبيعوه لتشوزن. ودانيال كيحطو في الميزان بالغلط طيح التقالات اللي كيعبر بيهم، وهو كيهزهم اكتشف بلي تشوزن زايد فيهم شي لعيبات وكيغش الناس في الميزان. ترى ما عطلوش في البلاصه قالها ليهم وكلشي تجمع عليه بدا كياخذ السلعه ديالو. تشوزن سخاط بغى يكبتها معاه، ولكن الناس مجموعين عليه ما لقى مين يدوز ليه. في الليل تلاقى مياغي بيو كيتفكروا الايام. ياك المصيخيط باك مات البارح انت صابح معشق اليوم. سولها مياغي علاش مازال لحد الساعه ما تزوجاتش، قالت لي كانت عارفه شي نهار غادي يرجع، داكشي علاش بقات كتسناه. شفتي العيالات جيت تشوف هيطا كاتي في العوله، تخرج تقهوى مع صحابك ترجع تلقاها تزوجات. وياه خي يوسف وياه كون بقات مستنياك غطفروا ليها نهار وما طالوا وانت تطوطح بها في الزناقي، كاع الصنادل قطعتهم معاك. ودي حيد عليا ما كينظهر شيء. في نفس الوقت ودانيال كيدرب بالطبل اللي عطاه مياغي وقفت عليه كيميكو. شرحات ليه بلي البلان ديال الطبل هو نفسه طريقه الرقص اللي كتعلم للوليدات، بدات كتوري كيفاش يدير، وغيبان بلي كل واحد منهم عجبو الاخر بزاف. مياغي كيتمعشق لهيه، هذا كيتمعشق هنا، وانا نبقى حياتي كامله كنعاود ليكم. حبسنا سيمانه نرتاح وشبعتو فينا سبان. ودي حيد عليا ما كينظهر شيء. دانيال كان تيبان فرحان عاجبو الحال، ولكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. هو كيشطح مع كوميكو وقف عليه تشوزن وصحابه. تشوزن كان جاي ساخط عليه، ما تقاد معاه طير ليه الطبل ديالو، جا فيه برك للكرش طيحو، وهادو بليله عاود دخل في البيزنس ديالو مره اخرى غادي يصفيها ليه. هو محرك من تما شيرات عليه كيميكو بما طيشه. تشوزن ما دارش فيها راسو بمره، دار عنده حيد الشوميز ديالو شير عليها بيها وخلاهم تما وتحرك.
كان مع هادي اول مره يهدو شي حد ان غادي يصفي عليه كان مخلوع بزاف. بدات كيميكو كتهدنو، فهماتو بلي هاكا كتمشي الامور في القريه، وهي دايه يرتاح ضربوا على مياغي ويوكي كيديروا واحد الطقوس ديال الشاي. هاد الطقوس كيديروها اي وحدين كانوا في شي علاقه شحال هادي وعاودوا رجعوا مره اخرى، فحال الا قلتي هو ضرب الصداق عندهم. صحابنا شافوا هاد الشيء نساو بمره البلان اللي وقع مع تشوزن. الصباح فاق دانيال تدرب شويه بحال ديما وتحرك مع كوميكو للفيلاج تعرفوا على المنطقه. في الطريق دازوا على واحد الشاطئ توري شي قصر كاين فيه، عاودات ليه عليه جراو في الصخر. باختصار دوزوا وقت زوين تما عاد كملوا الطريق للفيلاج، بقاو دور هنا دور ليه. البلاصه اللي وصلوا ليها كتعاود ليه عليها، وما دايزين على واحد المحل ديال التلفازات بادين فيهم مسابقات ديال الرقص. قالت ليه الحلم ديالها تولي راقصه مشهوره، ولكن مع ما كاينش عندهم مدارس ديال الرقص محال توصل لهاد الحلم شي نهار. وصاحبنا كيعطي هذيك الموتيفاسيون ديال العبار، وقف عليهم واحد كتعرفوا عطاهم دعوه لشي حفل ديال الرقص. وما مكملين الطريق دازوا على الصال ديال ساتو. صاحبنا معام بلي بداك الشيء ديال القتال شافها مشى كيطير يكتشف شنو فيها. ما وصل طل من الشرجه متصدم ساتو كيدغمر في بنادم، ترى اللي شدو كيخلي ضاربو. ها شد لقى. سول كوميكو على البلان، قالت ليه تشوزن هو المدرب في هاد الصال، وتقدر تقول هو اقوى واحد في القريه. حدا الصال ضرب على محل ديال القمر دخل ليه. في ذاك المحل كانوا تيقمروا على تهراس الالواح ديال الثلج. كيفاش؟ ساهله، كيحطوا الواحد 3 ديال الالواح والاخرين تيقمروا على شحال من لوحه غادي يهرس. بداو كيتفرجوا، كل مره كيدخل واحد يهرس، الامور غادا مزيان، صحابنا مستمتعين. حتى لهاد اللحظه دخل ساتو تحدى دانيال. هيا دانيال يتهرب، حاول يخرج من تما ولكن والو. حصلت يا وليدي، ما غتخرج من هنا حتى تقمر معايا. كيميكو شافتها غتشبك مشات كطير تغوت المياغي. وصل مياغي لقاهم مكبتين جبد $600 رهن على دانيال يهرس 4 الالواح. وتشوزن تيقول لي ما عندوش هذا المبلغ، خل عمو ساتو عطاه $600 يراهن بها. دانيال كان مخلوع خايف يضيع مياغي فلوسو، ولكن مياغي تيعرف مزيان اش كيدير. بقى كيهدنو وراه كيفاش يضرب، وبدا التقمار. حطوا لدانيال الثلج، بدا كيطبق داكشي اللي قال ليه مياغي، ومع تقاد معاهم دار لهم ديك الراق. اخر حاجه توقعت تشوزن هي يقدر يهرسهم كاملين. حاول يعترض، قال مياغي ما كيقمروش مع الخوافه. حتى لهاد اللحظه دخل عمو هو يلبدها. خدا مياغي الفلوس عطى لدانيال باش شرا البي ديال الطياره فاش كانوا جايين، واللي بقى عرض عليهم يتغداو به. النهار الاخر سالات 3 ايام اللي عطاتو لمياغي، ومياغي كيوجد دانيال الحفله ديال الرقص اللي غيمشي لها مع كوميكو. سمعت تشوزن كيغوت، خرج يشوف شنو بغى، لقى صيفطو ساتو يقول ليه وجد راسو للقتال هاد الليله. مياغي رفض بحال ديما. ديك الساعه بدا تشوزن وصحابو كيخسروا ليه الحديقه ديالو، نتفوا النباتات، دمروا المحصول. بقى مياغي غير واقف كيشوف فيهم، ومع تحركوا في حالهم تصدر ساتو. حاول يحل المشكل بلاتي هي احسن، قال لي فاش بدا البلان كانوا مازالين صغار، ولكن والو. في الليل مشى دانيال وكوميكو للحفله اللي كان عرضهم ليها داك الصاد. ترى ما كاين غاش طيحه معلم. دوزوا وقت زوين في ديك الحفله، وغيبان باللي ولاو قراب بزاف. شدوا في يدين بعضياتهم، الامور كتبان غادا مزيان. حتى تسلط عليهم داك ساتو وصحابو. ما وصل جر دانيال ضربوا مع الحيط، جا في بكروشي للكرج وحيد لي ديك الفلوس اللي عطاه مياغي كامله. صاحبنا كاع هاد الوقت كان صابر ليهم وكيحاول يتفادى الصداع، ولكن مع بغاو يديو كوميكو صار على حبهم. كل شيء حتى الدل، كل شيء الا قله الاحترام. انا والله يطيح معايا شي حد نيفو ما نعقل على شي قرد. غفل ساتو جا فيه الربح وراس المال حرمو من كلمه بابا. زطمات كوميكو على الثاني خلاتو تلقها. جا هو في الثالث الكرش طيحو وخدا الفلوس وعلقو من تما. خرج ساتو كيجري لقاهم ركبوا في الطوموبيل وهربوا. حساب اللي كيتزاقل. في نفس الليله خدا مع عمو قصدو دار مياغي. عياو يغوتو ما رد عليهم حد، دخلوا يخربوا ليه المدرسه. دانيال طل من الشرج مضرب عليهم كيخربوا وهبط كيطير. اجي لهنا فين غادي، حط رجلو برا لقى صحاب تشوزن كيتسناو. ساتو ما لقاش مياغي، امر تشوزن وصحابو يدمروا المدرسه وتحرك في حاله. شد تشوزن دانيال تبتو بالرمح، وصحابو بداو كيخربوا. هرس هادي هرس هادي، قلت ليك دمروا المدرسه كامله. في نفس الوقت يكون تشوزن خانق دانيال، هو مزير عليه. صاحبنا كيتقاتل. حتى لهاد اللحظه وصل مياغي، هجموا عليه صحاب تشوزن. دار الاول شقمق الحريره طيحو، طيح الثاني وقصد تشوزن شافو ما بغاش يتقاتل مع عمو حقرو، ولكن حقر العود يحمي. شير عليه بالرمح، شدوا ليه ضربه للرباح وراس المال. الله يا عمو مياغي بان لك غاتما، ضربه للرباح وراس المال، عاودوا بركله للوجه طيحو، وبدا مشير عليه بالرمح. تشوزن قال هادي التاليه ليه، ولكن قبل ما يوصل لعنده هرس الرمح وتحرك يعاون دانيال. تشوزن يكون شويه ويديرها في حوايجه. مع بعد علينا كيجري خدا صحابو وهرب الطهر. مياغي مور هادشي اللي وقع قرر يسافر لامريكا وما يعاودش مره يرجع لهنا. جمع حوايجه هو ودانيال، قادوا الامور. والصباح هما كيودعوا كوميكو ويوغي، سمعوا صوت تراكس خرجوا كيجريو ولقاو ساتو كيدمر المحصول ديال القريه كامله. عيا مياغي طلبوا يوقف، قال لي المشكل بيناتهم ما كاين لاش يدخل الناس، وملي شاف هاد الهضره ما غتجيب معاه حتى نتيجه، وافق يدخل معاه في قتال بشرط سوا ربح سوا خسر يرجع لكاع الناس اللي في القريه الاراضي ديالهم. ساتو في الاول رفض، ولكن ملي
اللي قال ليه مياغي بلي هذا هو الشرط الوحيد اللي غادي يخليه يقبل يواجهه، ووافق. داروا هاد الليله يفاريوها وتحرك كل واحد في حاله. في العشيه ودانيال كيعاود يزرع الجرده اللي دمرت تشوزن وصحابه، جا عندهم مياغي عطاه واحد الوصيه. سول شنو هاد الشيء؟ قال لي قبل ما ندخل القتال مع ساتو كتبت هاد الوصيه، خليت لك فيها انت الدار والطوموبيلات اللي في امريكا، ويوكي خليت لها الدار اللي هنا. دانيال سمع ان النزال غيسالي غير الا مات شي حد فيهم، بدا كيحاول يقنعو يتراجع. قال لي ما كاين لا شي قاتل، وإلا مشاو لامريكا عمره يقدر يوصل ليهم، ولكن مياغي ما عارف الا مشاو غيدمر ساتو القريه كامله. قرر يواجه واللي ليها ليها. اللي شافو ما ناويش يتراجع خلاه يوجد راسو للقتال ومشى عند كوميكو. دخل لقاها كتوجد دوك الطقوس ديال الشاي اللي شاف يوكي كديرهم لمياغي. عيا يسول اش كدير، ما قالت حتى شي كلمه، بقات كتقاد في داك الشيء صايبات الشاي اللي كيديروا به الطقوس، وحطاتو داك الكاس يديروا في حالهم. صاحبنا شاف هاد الشيء فهم باللي كتبغيه ودار دوك الطقوس باش يكملوا حياتهم كامله بجوج. جلس معاه حتى هو دار في حالها، الامور كتبان غادا مزيان، ولكن قبل ما يساليو سمعوا الجرس ديال الانذار في القريه وفي البلاصه علقوا. صاحبنا ما كان فاهم حتى وزه، غير شافها علقات علق. ومغاربين سول اش واقع، بدات كتشرح ليه، وهنا غنعرفوا بلي مره كتعرض القريه لعواصف، وانفو يسمعوا الجرس يعني عاصفه جايه وخاص كلشي يهرب لواحد المخبأ. فين ما دور دانيال راسو كيبان ليه بنادم كيجري، ما كاين غا هروبات طاهر. هرب مياغي ويوكي، لحق عليهم دانيال وكيميكو، ضرب مياغي على تشوزن جاي كيجري سولو لعمو، قال ليه رابط عليه الدار وخليتيه. مياغي واخا كاع داكشي اللي دار معاه جار دانيال ومشى كيطير يعاون. وصلوا لقاوه واحد تحت الانقاض، جا مياغي في الخشبه هرس عاون وخرج من تحتها وعفا. وما مدخلين وضرب دانيال على واحد البنت واحله في الجرس، خلى مياغي يدخلو بوحده ورجع كيطير يعتق. ساتو شاف ولد خوه في المخبأ، طلب منه يمشي يعاونو، ولكن ولد خوه فضل يخليها تموت على انه يغامر على قبلها. بقى دانيال كيتقاتل بوحدو، قدر ينزلها من الجرس. ساتو شاف ولد خوه ما غيمشيش، مشى بوحدو عند دانيال، عاونو هزها، قدروا يهربوا حتى هي للمخبأ. غير هو ساتو غيكون صافي سخط على تشوزن، دوز ليه البلان ديال خلاه تحت الانقاض وهرب، ولكن يرفض يعتق وحده من القريه ويعتقها واحد براني حتى لهادي لا. قال ليه من هاد النهار يعتبر عمو مات، وجرى عليه من تما. سالات العاصفه، ومع طلع الصباح بداو الناس كيبنيو القريه من جديد. كانوا رابوا بزاف ديال المنازل، ضاعوا المحاصيل، والناس مقاتلين. وصل ساتو مع عرام ديال العمال. ملي عتقو مياغي من الموت ندم على كاع داكشي اللي دار معاه من قبل، طلب منه السماحه، رجع للناس الاراضي اللي كانت دايليهم، وبدا كيعاونوا في البني هو والعمال اللي جاو معاه. دوزوا ايام خدامين في القريه، وملي سالاو دار لهم ساتو حفله كبيره في القصر اللي حدا البحر باش يعوضهم على كاع داكشي اللي فات. كانت حفله كبيره، كلشي عاجبو الحال، ناضوا شطحوا كاملين. وملي سالاو طلعت كوميكو تقدم لهم واحد العرض، بدات كتشطح، كلشي كيشجعها، الامور غادا مزيان، ولكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. وسط العرض ما عرفوا تشوزن من خرج ليهم، شد كيميكو حط لها موس في عنقها وبدا كيهددهم يتراجعوا ولا غيصفي عليها. كلشي كيطلب، كلشي كيهدنو، والو خرجوا ليا دانيال بربي وما خرجتو حتى نصفي عليها. واه خرج دانيال اعتذر ليه، طلب منه السماح على كاع داكشي اللي وقع، ولكن تشوزن كان جاي عوالي فراب قتال حتى الموت. يا انا يا انت اليوم والله يا حبك غبيه ولا بيك. دانيال شافو ما غيطلقها حتى يوافق يواجهو، قطع لعنده، امرو يحيد الجسر، وما حيدو طلق كيميكو وهجم عليه. هاك شد لقى، دخلات كيميكو حاولت تبعدو عليه، جا فيها بكروشي غيبها ورجع عليه. صاحبنا في الاول كان داخل مدهشر، ولكن ملي تحط في امر الواقع بدا معاه دقه فيا دقه فيك، ضرب وتسنى خليني نضرب. الحفظ الله القى اجي لهنا، هاك الفقيره تمك. واحد اللحظه غمق ساتو على دانيال، جا في يطيحو، قال صافي غلبو، ولكن في هاد اللحظه بدا مياغي كيضرب بداك الطبل. دانيال شاف هادشي، عرفو كيشير ليه يستعمل الحركه ديال الطبل اللي علمو، وفي البلاصه بدا كيستعملها. هاك شد لقى، ترى قلت لك تلفو بالكروشيات، ما كيجي فين يستوعب الكروشي الاول حتى كيصيفط ليه الثاني. ترى دار ليه غير الحركه ديال الطبل دوخو، كون دار ليه ديال الطعريجه علم الله. تشوزن صافي ما بقاش قادر يتحرك، تبتو دانيال وحتى قال صافي هادي التاليه ليه، هو يشدو من نيفو كيف ما دار مياغي مع كريس، وخلاه مشى. ربح دانيال النزال، قدر يعتق كوميكو، واكثر من هادشي خلى كلشي يولي يبغيه ويحتارمو. اشنو غيدير تشوزن؟ واش غيحاول ينتقم مره اخرى؟ واش غيرجع مياغي ودانيال لامريكا؟ هادشي كامل واكثر غنشوفوه في الجزء الثالث. الا عجبكم هذا وبغيتو نديروه قولوا لي في التعليق، وحاولوا توصلوا هذا الفيديو ل 40,000 لايك، واهم حاجه ما تنساوش سبسكرايب وبارطاجيو مع اصحابكم. هادي انستغرام ديالي، كان معاكم يوسف، نتلاقاو في الفيديو الجاي، بيس.